ليش نسبة كبيرة من الخريجين عاطين على العمل؟ هذا سؤال وجيه على فكرة. نلاحظه بشكل كبير إن معظم الخريجين لما يتخرجوا من الجامعات أو الكليات بنلقاهم عاطلين عن العمل. السبب الرئيسي لأنه في الجامعات والكليات بيركزوا بشكل كبير على الجانب النظري، بيهملوا الجانب العملي اللي هو مطلوب أصلاً في الواقع العملي. نحن في دبلوم إدارة الأعمال اللي بيبدأ قريباً بإذن الله سبحانه وتعالى، على سبيل المثال بنركز على هذه المهارات بالكامل. الطالب اللي بيحضر معنا هذا الدبلوم بيكتسب معنا هذه المهارات بالكامل. أكثر من 100 مهارة عملية بيأخذها معنا الطالب على أرض الواقع. فتخيل معي أنك تأخذ معنا الدبلوم يتكلم عن ما يقارب حوالي أكثر من 15 دورة، ابتداء فيما يسمى إدارة الأعمال العادية وكذلك الحديثة. يعني بنأخذ إدارة الأعمال التقليدية بمسمياتها ولكن بنربطها بأرض الواقع. نتعلم معنا التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات. بننتقل بعدين للإدارة الحديثة، بنتكلم عن الكايزن والهندرة وسيكس سيجما والهندسة القيمية وأشياء كثيرة منها الإيزو. والأجمل من ذلك إن احنا بنطبق هذه الأساليب وهذه الأدوات عمليا بنماذج ورقية حديثة وأحدث ما توصل إليه العلم في علم الإدارة. الأجمل بأنه بعد ما نكمل الإدارة التقليدية والحديثة بننتقل مباشرة لدورة متكاملة وهي التسويق الاحترافي. بنتكلم عن التسويق التقليدي وبنتكلم عن التسويق الإلكتروني. الأجمل بأنه في التسويق نفسه بنتكلم عن كيفية تحديد المنتجات، كيفية التسعير، كيفية الترويج، كيفية التوزيع، كيفية عمل خطة تسويقية، وكذلك كيفية عمل حملات ترويجية سواء على أرض الواقع أو على السوشيال ميديا في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، سواء كان عبر جوجل ولا كان عبر اليوتيوب أو كان عبر الفيسبوك أو الانستغرام وغيره. الدبلوم برضه لا يكتفي انه بيعطيك اداره اعمال وتسويق، بننتقل مباشره الى نقطه اخرى من النقاط الاساسيه وهي المهمه، وهي دوره اداره الموارد البشريه. من اول ما يدخل عندك الموظف لما يخرج الموظف نحن بنعلمك كل ما يحتاجه هذا الموظف، من تعيين، كيف تعينه، كيف تحفز، كيف ترقي، كيف تطور، كيف تؤهل، كيف تفصل، وكيف تعين، كيف تعد اللوائح، كيف تعد السياسات، كيف تعد النظام الداخلي. كل ما تحتاجه لانك تطرح الشخص المناسب في المكان المناسب في هذا البرنامج بتاخذه معنا. واعيد واقول لك نحن بنركز على الجانب العملي بنسبه تفوق 90%، وبنعطيك نماذج ورقيه حديثه جدا هي التي تستخدم في ارقى الشركات في العالم. بعدين بننتقل الى دوره اخرى وهي المحاسبه لغير المحاسبين. هنا بنعلمك كيف تعد قائمه الدخل وكيف تعد الميزانيه العموميه، والاروع ان انا بعلمك بخطوات عمليه حتى لو مش عارف انت اي شيء في الجانب المحاسبي كيف تثبت وتقيد المعاملات الحسابيه، بعدين كيف ترحل، وبعدين كيف ترصد، وبعدين كيف تطلع المجاميع. ثم تدخل في دوره اخرى من دورات دبلوم اداره الاعمال وهي رياده المال والاحمال، كيف تصبح صاحب مشروع ريادي جديد تضرب فيه في السوق. يعني كيف تدخل بمشاريع مختلفه، كيف تطرح افكار ما فكر المحاطين من حولك، كيف ممكن تتوقع المنافسين، وكيف تدخل بالفكره وتحافظ على الفكره وتنمو بالفكره وتنطلق في انجاح تلك الفكره. بنعلمك في هذا البرنامج كيفية البحث عن الفكرة، كيفية غربلة الأفكار، كيفية تحديد التمويل المناسب والحصول على التمويل، كيفية البحث عن الموقع، كيفية التسويق، كيفية تكوين فريق العمل، كيفية تكوين شبكة العلاقات، كيفية تسجيل الجوانب القانونية. هذه كلها بتأخذها معنا في هذا البرنامج. بعدين بندخل في برنامج آخر وهي إدارة المبيعات وفن خدمة العملاء، وهنا بحر. هنتكلم عن استراتيجيات في خدمة العملاء، وهنتكلم عن استراتيجيات وكذلك قواعد ونصائح في إدارة المبيعات. ثم سندخل في المراسلات التجارية وهتتعلم معنا بالعربي وبالإنجليزي كيف تتواصلوا مع الشركات اللي خارج اليمن، وكذلك كيف توقعوا معهم عقود، وكيف تتأكدوا أن هذه الشركات فعليا موجودة على أرض الواقع أم لا، وكيف تبدأوا تتراسلوا معهم تتأكدوا أن البضاعة وصلت معكم، وآلية المتابعة بالكامل، كيفية اختيار القناة التوصيل المناسبة، كيفية أخذ البضاعة، كيفية المحافظة عليها، كيفية تخزينها. كل ما يخص المراسلات التجارية بنأخذها. ثم ندخل في برنامج آخر وهي العلاقات، وهي تعتبر من أهم البرامج اللي نحن بإذن الله سبحانه وتعالى نركز عليها. وبنأخذ برضه التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي. طبعا كلنا ما زلنا بنتكلم حول الدبلوم. هنتكلم عن دراسات الجدوى، كيف تعد دراسة جدوى متكاملة للمشروع الخاص، هنتكلم عن كيفية إعداد التقارير، كيفية عمل أرشفة إلكترونية بالسبع طرق. طبعا بنتكلم عن الأرشفة بالسبع طرق، لو أنت صاحب منظمة ولا شركة ولا مؤسسة بنعلمك. ثم بننتقل إلى كيفية كتابة أكثر من 30 مهارة إدارية اللي تتكلم عن النماذج الإدارية، منها التعميمات والقرارات والتنويهات وغيره من الأشياء الكثيرة. هنتعلم البحث الاحترافي في جوجل وأشياء كثيرة في هذا الدبلوم. اللي حبيت نوصلها لك بأنه هذا الدبلوم هو موجه لكل شخص خريج من الصف الثالث ثانوي انتقالا إلى أي شخص عاطل عن العمل أو صاحب مشروع خاص أو مدير في شركة أو صاحب
مكانة اجتماعية يريد أن يفعل أو يحدث في ذاته نقلة نوعية. وما هي الفئة المستهدفة من هذا؟ الفئة المستهدفة معنا خريجي ثالث ثانوي اللي هو خريجين الثانوية، برضه خريجي الجامعات، برضه اللي هم عاطلين عن العمل وحاب انه يكتسب مهارات كبيرة تؤهل انه ياخذ وظيفة في ارقى الشركات، واصحاب المشاريع وبرضه الموظفين الموجودين في مختلف الشركات. ما هي مميزات الدبلوم؟ المزايا كثيرة جدا، أول شيء بأن الدبلوم بيكون بالعربي والإنجليزي، والأجمل من ذلك بأنه بتكون الشهادة اللي بنعطيك احنا إياها شهادة معتمدة من مركز صناع القادة، برضه من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والأجمل من ذلك من الوزارة الخارجية. هذا خط